استراتيجية قوية جدا في كتابة الإعلانات هتحقق لك نتائج كبيرة جدا من الإعلان بتاعك. الاستراتيجية دي اسمها Problem Solution Framework. إيه هي Problem Solution Framework وإزاي بنستخدمها؟ ده اللي إحنا هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل نبدأ الفيديو، لو بتتفرج علينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. لو بتتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو. يلا بينا نبدأ. Problem Solution Framework. قبل ما اقول لكم ايه هي الاستراتيجيه دي اللي هتحقق لكم نتيجه كبيره في الاعلان بتاعكم، خليني افكركم بحاجه صغيره جدا. خليني افكركم ان عشان تحقق النتيجه من الاعلان بتاعك مهم جدا ان انت تكون متمكن ومحترف عنصر اسمه الكوبي رايتنج او الكوبي رايتنج فريم ورك. ده ان انت لما تيجي تكتب اعلان مهم قوي تبقى عارف استراتيجيز كتير فيها، ازاي تبقى عارف ايه هو ازاي اكتب سياق اعلاني او نص اعلاني احترافي بيعي، عشان في الاخر ده عنصر مهم قوي. طب هتقولي ده عنصر مهم قوي ازاي؟ ده عنصر مهم لان كتابه الاعلان او النص الاعلاني ده هو اللي بيقنع فيه العميل. العميل بيقرا الاعلان، لو اقتنع بالكلام اللي انت بتقوله في ساعتها هيروح واخد الاكشن اللي انت عايزه، يروح بقى على الويب سايت، يبعت لك مسج، يعمل لك فولو، يعمل لك اي حاجه، الحاجه اللي انت عايزها. ده طبقا لايه؟ ده طبقا للكلام اللي انت بتقوله له في النص الاعلاني. يعني بمعنى اصح، كل ما تبقى اقوى في النص الاعلاني اللي انت بتكتبه، كل ما ده هيخلي الاعلان بتاعك يعمل نتائج كبيره قوي، لان العميل هيقتنع بكلامك. في الوقت ده هيبدا يخش على الويب سايت ويشتري ويبدا يحقق لك مبيعات كبيره. طيب عشان انا بقى اكون ناجح وقوي في الجزء ده، لازم اكون عارف ملم بحاجه في اسمها ايه؟ حاجه اسمها الفريم ورك استراتيجيز، يعني ابقى عارف استراتيجيات كتير لكتابه الاعلانات. في الفيديو ده بقى هقول لك على استراتيجي قويه جدا لو انت استخدمتها في كتابه الاعلانات هتعود عليك بفوائد كبيره جدا، وهتحقق من خلالها مبيعات كبيره، والاعلان هيحقق نتائج كبيره جدا. اللي هي بقى اسمها ايه؟ اللي هي اسمها Problem Solution Framework. طب ايه Problem Solution Framework وبنستخدمها ازاي؟ الاستراتيجي دي بنبدا ان احنا نستخدمها ان احنا بنبدا بمشكله في الاول خالص، الهوك، البدايه. الهوك اللي هو بدايه الاعلان، اول سطر او اول سطرين قبل كلمه سي مور. دي مهمه جدا، دي اللي هي بنجذب بيها العميل. بنبدا بمشكله اللي العميل بيمر بيها. وهنا بنعمل حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فلاج، او ان انا باثر على العميل، بجذب انتباه العميل عن طريق ان انا بذكر المشكله اللي هو بيمر بيها. اي عميل فينا لما بنذكر المشكله اللي هو بيمر بيها بيجذب انتباهه الاعلان قوي. يعني على سبيل المثال، لو حد عنده مشكله بيعمل اعلانات، فاجي اقول له لو انت بتعمل اعلانات بيواجهك مشكله في نتائج الاعلانات بتاعتك، في الجزء ده او ما بكتب الجزء ده، اول حاجه بتحصل ان هو بيجذب انتباه العميل، ويبدا ان العميل ايه ده؟ ده انا عندي المشكله دي، انا فعلا بمر بالمشكله دي، فكده بدات اجذب انتباه، كده بدات اصطاده. اول بقى ما ببدا اصطاده بيجي بقى ان هو يبدا يقرا بقيه الاعلان. من هنا ببدا اخش على المرحله الثانيه او الخطوه الثانيه في الاستراتيجي دي، ان انا اروح ابدا احلل له المشكله بتاعت الاعلان بتاعه. يعني ابدا اوضح له هي مشكله الاعلان دي فين، او مشكله المشكله اللي انت بتمر بيها دي ايه هي، وازاي، وحصلت امتى، وحصلت ازاي. زي الدكتور بالظبط، بيبدا ان هو يعرف ايه هي المشكله بتاعتك ويبدا يحلل لك المشكله دي ايه هي بالظبط. هنا برضه في الخطوه الثانيه او في المرحله الثانيه تبدا ان انت تحلل المشكله اللي العميل بيمر بيها، تبدا تقول له ازاي المشكله اللي انت مريت بيها دي ايه هي المشكله، وكانت ايه سبب المشكله دي. ده بيبدا ان هو يقرا اكتر ويسمع كلامك اكتر. زي بالظبط على سبيل المثال لما ابدا اقول له لو انت عندك مشكله في الاعلانات، في نتائج اعلانات الفيسبوك، فده اكيد بسبب 3 حاجات. اول حاجه ان انت ما بتعتمدش على استراتيجي قويه جدا في الاستهداف. تاني حاجه ان انت ما بتعتمدش على جزء اسمه الكرييتيف استراتيجي. فهنا بيبدا ان هو يسمع المشكله اللي عنده دي كانت سببها ايه. لازم توضح له هنا في المرحله الثانيه دي، لازم توضح له المشكله، حلل له المشكله، ابدا قول له المشكله دي بسبب 1 2 3، فعشان كده حصلت لك المشكله دي. فيبدا يقرا، ويبدا ان انت كده بتدخله في مرحله الاقناع. تاني بقى خطوه او ثالث خطوه ان انت بقى بتبدا تقول له السوليوشن بقى، الحل. فيبدا تقول له بقى الحل بقى اللي يخليك تبقى مرتاح والمشكله دي تتحل نهائي،
1 2 3 4. فتبدا تقول له، وبكده انت لو انت بتقع في المشكله دي وبسبب ان انت بتغفل عن المشاكل دي كلها، الحل بكل بساطه ان انت تتعلم 1 2 3. يعني على سبيل المثال نيجي نقول لو انت عندك مشكله في اعلانات الفيسبوك او في نتائج اعلانات الفيسبوك، ده بيرجع ان انت ما بتستخدمش 4 عناصر في الاعلان. اول عنصر هو الماركتنج، ثاني عنصر الكرييتيف، ثالث عنصر الكوبي رايتنج، رابع عنصر الميديا باينج. انت دايما بتعتمد على الميديا باينج بس، ودي اكبر مشكله انت بتواجهها. هنا بتبدا بقى بدات ان انا احلل له المشكله. بعد كده ابدا اقول له ايه، ولكن الحل بكل بساطه ان انت تبقى فاهم الناس كويس قوي، تعرف تعمل رساله تسويقيه ليها، تبدا ان انت تصيغ رساله تجذب انتباه الناس. فكده بدات اقول له ده الحل اللي هي ايه، اللي هيخليه المشكله بتاعته دي تتحل تماما، وتخليه ان هو يوصل للنتيجه اللي هو عايز يوصل لها. بعد كده دي كانت مرحله ان انا اقول له الحل بتاع المشكله بتاعته. بعد كده ببدا بقى اقول له الاوفر بقى بتاعي، ابدا اقول له ان الحل ده هو في الحاجه اللي انا بقدمها. انا لما جيت اقول الحل انا ما قلتش خالص، ما جبت سيره الحاجه اللي انا بقدمها، انا بس قلت له ان الحل في حاجه معينه. الحل ان انت تتعلم مثلا حاجه اسمها الجوريزم فيسبوك مثلا، ما قلتلوش اي حاجه تاني. طب المرحله بقى اللي بعديها اللي هي المرحله الرابعه، ان انا اقول له الاوفر بقى، ان انا اقول له مميزات، ابدا اقول له المنتج بتاعي والمميزات بتاعتي، واقول له ان المميزات، اظهر له ان المميزات بتاعت المنتج او الخدمه بتاعتي هي اللي هتخليه تحل المشكله بتاعته. طب دي بنعملها ازاي؟ هنرجع تاني لنفس المثال اللي كنا بنقوله. ابدا اقول مثلا لو انت بتعاني من مشكله في اعلانات الفيسبوك، وابدا بقى هبدا كده ايه، دي اول حاجه بدات ان انا بدات بمشكله، بعد كده ابدا احل المشكله بقى. فطبيعي جدا انت بتعاني لان انت بتقع في 3 اخطاء. اول خطا، انت ما بتيجي تعمل اعلان، بتعمل اعلان ما بتعتمدش على الكوبي رايتنج، او بتعمل اعلان وبتبدا ان انت تعمل اعلان من غير ما تفكر وتشوف هي المنصه نفسها ماشيه ازاي. فانت بتعمل اعلان وتسيب الاعلان تشوف ايه النتائج اللي هتحصل. فجاه تلاقي ان الاعلان بيغلى، فجاه بتلاقي ان النتائج بتقل، فجاه تلاقي ان الدنيا بقى خلاص بتقع منك وبتبوظ. وده بيرجع، ده كده انا بدات بقى احلل المشكله. هخش بقى ايه، دي كانت المرحله الثانيه، اخش اقول له بقى الحل. ولكن الحل بكل بساطه ان انت تتعلم حاجه اسمها الالجوريزم الفيسبوك، ودايما تبقى متماشي معاها. ما ينفعش تعمل الاعلان من غير ما تبقى فاهم المنصه، سياسه المنصه والالجوريزم المنصه ماشيه ازاي. طول ما انت ماشي مع الجوريزم المنصه، المنصه هتكافئك وتوري الاعلان بتاعك للناس اللي انت عايز تستهدفها، وفي نفس الوقت تبقى هي هتفهم انت عايز توصل الاعلان لمين. فهنا كده انا بدات اقول له الحل اللي هي المرحله الثالثه. وابدا بقى في المرحله الرابعه ان انا اقول له الاوفرز، اعرض عليه المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي بالمميزات بتاعتها، اقول مميزات المنتج او الخدمه بتاعتي، واربط المميزات بتاعت المنتج او الخدمه بتاعتي بالنتيجه اللي هو عايز يوصل لها، بالحل ان هي الحل للمشكله اللي عندك. طب ده ازاي بقى؟ ده زي ان انا اقول له والله انا بقدم الالجوريزم الفيسبوك دي اللي انا بستخدمها، او دي اللي انا بقدمها في كورس الفيسبوك بتاعي. فابدا اقول له بقى المميزات. كورس الفيسبوك بتاعي بقدم فيه بقول فيه الاستراتيجي القويه جدا، او بقول فيها بشرح فيها بالتفصيل ازاي تبقى محترف في الجوريزم الفيسبوك اللي من خلالها هتخليك تحقق نتائج كبيره جدا في الاعلان بتاعك. فبكده انا وصلت للايه؟ وصلت للجزء اللي هو بتاع الاوفرز. بعد الاوفرز بقى بخش للمرحله اللي بعديها الخامسه والاخيره اللي هي الكول تو اكشن. انا هنا ببدا بقى اروح بعد ما اقول له كل الكلام ده، ابدا اقول له ولو عايز بقى ان انت تحترف الاعلانات الفيسبوك وتتعلم وتحترف الجزء ده في 30 يوم بس، تقدر ان انت تسجل معانا. هنا بقى بتقول له انت عشان تاخد الكورس ده تعمل ايه، تاخده ازاي، تعمل ايه. فتقول له تقدر تسجل معانا دلوقتي، تبعت رساله دلوقتي واحنا هنرد عليك في اسرع وقت بكل التفاصيل اللي انت محتاجها. او لو انا عامل اعلان ليدز اقول له دلوقتي تقدر تسجل بياناتك، وفي حد من التيم هيبدا يتواصل معاك ونقول لك بالظبط ايه هي التفاصيل، او ايه هي ازاي الطريقه ان انت تبقى محترف في اعلانات الفيسبوك معانا. بكده انا بدات ان انا دخلت العميل في مراحل اللي هي المشكله اللي هو بيمر بيها. بعد كده حللت له المشكله وقعدت اوضح له المشكله دي ايه سببها وحصلت ازاي وحصلت ليه. بعد كده قلت له حل المشكله دي. بعد كده قلت له ان الحل الاوفرز بقى، قلت له ان الحل ده في المنتجات بتاعتي، وقلت له مميزات عن المنتجات بتاعتي، وقلت له ان المميزات دي هي الحل. بربط مميزات المنتج او الخدمه بالحل اللي هو هيحل له المشكله دي.
بعد كده اقول له بقى في الاخر ايه. هو العميل بيبقى محتاج كول تو اكشن، يعرف طب انا لو عايز الحاجه دي اعمل ايه، فبقول له والله انت عشان تاخد الحاجه دي تعمل 1 2 3. ده هيخلينا نرجع للمثال بتاعنا اللي هو مثال الدكتور. احنا لما بنروح للدكتور بنقول ايه؟ بقول له والله انا عندي برد، فالدكتور بيسمع مني، وده اي مسوق لازم يبقى كده، بيسمع مني، بعد ما يسمع مني يبدا يقول لي والله بقى، يبدا يحلل لي بقى المشكله اللي عندك دي بسبب 1 2 3 4 5 6، والمشكله اللي عندك دي بسبب نقص. هنا بقى بيبدا بقى بيقول الحل بقى. الحل ان انت تاخد حاجه تزود لك الجزء المعين بقى، الحاجات الطبيه بقى، بيزود لك مثلا يقوي لك المناعه عشان ده يخلي ايه البرد يقضي على البرد. فبعد كده بيعمل ايه؟ بعد كده بيكتب العلاج بقى اللي هو الاوفر بقى، بيقول لك العلاج ده فيه بقى الماده الفعاله كذا، الماده دي هتزود المناعه عندك. بعد كده بيقول لك الكول تو اكشن انت تشتريه من اي صيدليه معينه، اشتريه من هنا، اشتريه من هنا. فبكده الاستراتيجي دي قويه جدا جدا عشان تنقل العميل من عميل محتمل لعميل خلاص عنده جديه بقوه ان هو يتعامل معاك في ايه، في ياخد منك الاوفرز او ياخد منك المنتج او الخدمه بتاعتك. بكده اكون انا وضحت لكم بكل التفاصيل ايه هي البروبلم سوليوشن فريم ورك. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تكتب لي في الكومنت تحت ايه هي المواضيع اللي انا حابين ان انتوا تسمعوها مني في الفيديوهات الجايه، حابين تقترحوا عليا موضوعات معينه. ولو عجبك الفيديو بتتفرج علينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو بتتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والى اللقاء.